أهلا بيكم في قناة أصل الطبخة مع إيناس. يا رب تكونوا في أحسن حال. النهاردة هنعمل مع بعض القطايف البيتي بطريقة سهلة وبسيطة، وإن شاء الله الوصفة تعجبك وهتكون كمان طرية وتكون أحلى من اللي انتي بتشتريها من بره. ويلا بينا نشوفوا الفيديو مع بعض. المقادير بتاعت القطايف بتاعتنا عبارة عن ايه؟ مقاديرنا عبارة عن كوبايتين من الدقيق، ومعايا معلقة كبيرة من السكر، ومعلقة كبيرة خميرة فورية، ومعلقة كبيرة نشا، ومية للعجن. المية دي هتكون دافية، والمية دي ملهاش مقدار معين، لان انتي هتشوفي بالنظر كده كمية الدقيق اللي انتي حطاها هتحتاج معاكي مية قد ايه. يعني اللي انا حطاها دي مقدار حوالي كوباية. تمام. هاخد مقدار المية الدافية دي هدوب فيها الخميرة والسكر، وبعد كده ابتدي احط كوبايتين الدقيق ورا بعض كده ومعاهم معلقة النشا، وادوب كويس قوي الخليط. لما هلاقيه ان هو تقيل معايا هبتدي ان انا ازود له شوية مية صغيرين زي ما انتي شايفة كده، لغاية الخليط ما يبقى متجانس كده معايا ويبقى القوام بتاعه تقيل شوية. تمام. بعد كده هاخد الخليط بتاعي ده وابتدي ان انا اصفيه، علشان لو في اي تكتلات موجودة ما تضايقنيش وانا بعمل القطايف، تبقى القطايف معايا نازلة كويسة. زي ما انتي شايفة كده في تكتلات رفيعة، فدي كانت لازم انها تتشال. بعد كده هجيب ازازة تكون عندي وهخرم الغطا بتاعها كده، وهحط المقدار كله بتاع القطايف في الازازة، واريحها حوالي 10 دقايق قبل ما ابتدي ان انا اشتغل. ويكون عندي طاسة تكون ما بتلزقش علشان ابتدي اشتغل فيها. زي ما انتي شايفة كده هبتدي اسخنها، ودي اهم حاجة ان دي تكون ما بتلزقش، لان احنا مش هنستخدم فيها زيت، لا هتمسحيها بزيت ولا حاجة. هي الطاسة بس تكون مش بتلزق معاكي، وتبتدي ان انتي على نار تكون مش واطية ومش هادية قوي، يعني متوسطة. تسخني الطاسة وبعد كده تبتدي تحطي القطايف عليها وتعملي الاحجام اللي انتي عايزاها، سواء ان انتي عايزة تعمليها حجم كبير او حجم صغير خالص، اللي هي القطايف العصافيري زي ما احنا بنشتريها، زي ما انتي عايزة. والشكل بتاعها ده بيوريلك ان القطايف كده كويسة جدا، وان هي كده التسوية بتاعتها كويسة. بمجرد ما بتعملك النقط دي على الوش تتأكدي كده ان القطايف بتاعتك سليمة وكويسة جدا وان هي ناجحة. وادي الظهر بتاعها زي ما انتي شايفة. لو ما عملتش الفقاقيع دي تعرفي ان هي مش ناجحة معاكي. وادي الظهر بتاعها استوت، هي مش بتاخد حوالي دقيقتين على النار، مش بتاخد اكتر من كده. وبعد ما بتطلع بتحطي القطايف واحدة على واحدة، علشان ما تكونش في الهوا معاكي وتنشف وتيجي عشان تقفليها ما تعرفيش. دي الكمية بتاعتي كلها، عملت لي كمية حلوة اكتر من نص كيلو طبعا. وبعد كده جبت لها الزبيب والجوز هند والسوداني والسكر، وابتديت ان انا احشيها زي ما انت شايفة كده. تقدري ان انت تحشيها جبنة، لحمة، زي ما انت عايزة، او تعمليها زي ما انا عاملاها كده. ودي الكمية بتاعتي كلها زي ما انت شايفة. بعد كده في طاسة على النار ببتدي ان انا اسخن الزيت عشان ابتدي اقلي معايا القطايف. والزيت كمان لازم يكون زيت يكون طعمه حلو، علشان بيبان في الطعم بتاع القطايف. هبتدي احط كل مقداري واحمره، وبعد كده ابتدي اطلعه في الطبق. وما تنسيش لو عجبك الفيديو ما تنسيش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك فيديوهاتي. ودلوقتي الكمية بتاعتي كلها حطيتها كده في الطاسة زي ما انت شايفة. هي مش بتاخد وقت على النار، مجرد بس كده دقيقتين 3 على كل وش منهم. وده بيكون الشكل النهائي للقطايف البيتي بتاعتنا. واتمنى ان الفيديو يعجبك، ولو عجبك الفيديو ما تنسيش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك فيديوهاتي. وان شاء الله اقابلكم في فيديوهات تانية.